شوفوا انا ديما كنعطيكم نصائح، كنعطيكم باش تخرجوا من بزاف ديال الحالات، باش كنوريكم مناش دزت، وباش نكون صريحه معاكم. انا وحده منكم، انا في حالكم. انا براسي كيجيو شي اوقات كنلقى راسي طايحه عاوتاني في نفس الحالات، في نفس الحوايج. وانا دابا حاليا كندوز من واحد الحاله نفسيه اللي خايبه وصعيبه بزاف. والحمد لله. علاش درت الفيديو؟ باش هكا تعرفوا بلي نتوما ماشي بوحدكم. قسما بالله راه غيكون باين عليا البكا، شبعت بكا وعاد جيت باش نصور معكم فيديو باش تعرفوا انا مني كندوي معكم ولا كنعطيكم شي حاجه، شي اللي كنحاول انني ننصحكم في شي فيديو ولا نقول لكم باش تخرجوا من هذه الحاله ولا كيفاش تخرجوا من هذه الحاله. راه حتى انا براسي انا كنت كندوز من داكشي باش قدرت انني نوصل ليكم. انا دزت من بزاف، مثلا المرض اللي كان عندي ديال الوسواس القهري، حمدت فرحت بزاف. علاش؟ حيت كنشوف لي كومونتير شكرا ليك بزاف ايمان فتينا، شكرا ليك بزاف ايمان، انا نفس الحاله كنعيشها ما عرفتش راسي اشنو غندير. وهذا كان هو الهدف ديالي من الاول. انا بالعاني درت هذا الفيديو، واخا انا في هذه الحاله النفسيه اللي نقدر نقول لكم ما مستعداش ندير فيديو، لكن بغيت ندير فيديو باش نبين لكم باللي ماشي بوحدكم كدوزوا من هذه المراحل كامله. واليوم جيت نهضر لكم على واحد المرحله اللي فاتت من حياتي واللي هي كنت فاقده فيها الشغف. بصح كنت دزت من واحد المرحله اللي خايبه، اللي عرفتوا قسما بالله كنت كنتمنى لو ان شي حد يجي يبرك ونشوف شي فيديوهات ونلقى شي فيديوهات، شي حد ينصحني بهذه الطريقه اللي غنعطيكم انا ويعاونني ونعرف كيفاش نخرج راسي من ديك المرحله ونعرف راسي كيفاش. بصح باش نقول لكم نساو دابا الهموم ونساو اي حاجه انا فيها. والحاجه نقدر نقول لكم فقدان الشغف تقدر بصح تكون اسوأ حاجه يدوز منها شي حد. تقدروا تقارنوها بالوسواس، تقدر تكون حتى هي في ديك المثابه ديال الالم ديالو، غير هي كتولي عوض ما انت كتحاربي وكتالمي كتعيشي بزاف ديال الحوايج، العكس ديالها فقدان الشغف. في ديك المرحله اللي انا كنت في ديك الوقيته ديال انني فقدت الشغف في كل شيء، حرفيا كتستسلمي. والله البنات بصح كنت كنحس براسي انني استسلمت لكل شيء، ديك الطاقه ولا داك الجهد ما كيكونش. قسما بالله ما كيكونش عندك حرفيا الجهد باش دير حتى شي حاجه، وما كيكونش عندك الجهد باش تنوض ولا تقاوم ولا تبدا ولا تخدم ولا تحرك ولا حتى شي حاجه. قبلوا عليا كيف ما انا، حيت بصح فيديو ما خارج من قلبي. وانا قسما بالله اغلبيه الفيديوهات اللي كنحط لكم ما كنوجد ليهم، ما كان زعما ما كنحط شي حاجه قدامي، كنجي وكنهضر معاكم كايمان، كتهضر معاكم وكتعاود لكم وكتعطيكم. لعل وعسى شي حد يتفرج في الفيديو ديالي نعاونو ولو 1% ونخرجوا من الحاله النفسيه ديالو. واخا 1%، واخا غير نعطيك داك الامل انك كيف ما انا خرجت من ديك الحاله تقدر تخرج منها. فنرجعوا للموضوع ديالنا. انا في ديك الوقيته من بعد مباشره ما تزوجت، داز على عرسي شي شهر ولا شهرين ولا قل وقيله، المهم تكون شي شهر. في ديك الوقيته كنلقى راسي انني عرفت فاش كتكون ديك الشمعه عاديه شاعله كتشدها وكدير لها كطفيها بحال هكاك. هذيك هي انا في ديك الوقيته طفيت حرفيا، لقيت راسي بصح طفيت، ولقيت راسي بصح ما بقيتش قادره ندير شي حاجه ولا نعطي ندير شي جهد ولا ندير شي مبادره ولا صافي. فقدت الشغف في كل شيء، ما بقيت بغيت نكمل في الاحلام اللي كنت بديتهم، ما بقيت بغيت ندير حتى شي حاجه. حرفيا راسي ما بقيتش قادره ندير فيه شي حاجه، ما كنبغي ندير هاد الحاجه كنقول صافي. وليت قسما بالله كان راجلي كيخدم من 11 ديال النهار، كيخدم تقريبا حتى شي 10 ولا 11 ديال الليل. وليت كنبقى هذاك النهار كنفيق مع 11 كيخرج هو للخدمه، كنفطر كنوجد قبل الفطور داكشي كيخرج للخدمه، كنبقى داك النهار ما تندير والو. عرفتوا شنو هي والو؟ كنبقى داك النهار داري كنجمعها جمعه خفيفه، حيت اصلا غير انا وياه مكاينش الغير
صافي كنجمع داري دغيا دغيا صافي، وكنضل ما تندير حتى شي حاجه، شاده تليفوني كنطلع واحد الحاله نفسيه خايبه ما زويناش نهائيا، رغم انني زعما يلا عروسه جديده خاص تكون عندي ديك الحيويه داك النشاط، ولكن شوفوا بصح نقول لكم هذه الحاله النفسيه انا ما وصلتش، ما جيتش وطحت فيها، حيت بصح انا كنت درت واحد الجهد اللي كبير بزاف. تقريبا كنقول لكم انا امتى تزوجت 2023 وانا من 2019 وانا كنتقاتل على لي بروجي ديالي، كنقدم من هنا كندير من هنا، واللي كان طيحني في هذه المرحله ديال انني فقدت الشغف في كل شيء، كنت لقيت راسي وصلت واحد 4 سنين ضربتها ديال العذاب، ولا 3 سنين ولا ما عرفت شحال. مني وصلت لديك المرحله لقيت راسي والو ما درت حتى شي حاجه، كنت كنضرب تماره وكنت كنضرب العذاب الكحل بلا ما نوصل لشي شي حاجه. وهاد النقطه بالضبط، النقطه هي اللي كانت فايضه الكاس، هي اللي كانت بصح دمراتني. صافي مني بحال جيت نستوعب كنلقى راسي ما درت حتى شي حاجه، صافي طفيت بصح ما بقاش عندي الجهد ندير شي حاجه اخرى ولا نوض عاشور، رغم انني فاش كنت في دارنا كنت كندير ونخدم من هنا ونجيب من هنا، وهذه ما تصدقش ونعاود هذه، وهذه ما تصدقش ونعاود هذه، واحد الجهد كنت غاده به في شكل تخيلوا حتى ابسط الحوايج كنت هي ماكيون بقى مرسم في وجهي انا هكا كديره هكا، كان شويه واحد النشاط في شكل. فصافي مني وصلت لديك المرحله طفيت حرفيا، ما كان عندي الجهد ندير حتى شي حاجه، وليت كنضل باركه ما باغا ندير والو، ما بقيتش كنفكر في حتى شي حاجه. كنت كنصور فيديوهات انستغرام ما بقيتش كنصورهم، كنت كندير فيديوهات ما بقيتش كندير فيديوهات، ما بغيت ندير حتى شي حاجه. الخياطه كنت كنخيط ما بقيتش بغيت نخيط، بقيت ديال بصح حيتاش بديت كنشوف راسي انني ضربت تماره وانني ضربت العذاب الكحل وان بلا حتى شي نتيجه، فبديت كنقول علاش صافي علاش غنعاود ندير جهد وانا درت جهد كثير ودرت جهد كبير بلا حتى شي نتيجه. صافي وليت كنقول علاش غنعاود زعما نقاوم ولا نوض ولا ندير شي حاجه. فبركت في بلاصتي كنلقى راسي باركه مكتئبه، حاله نفسيه خايبه، ما باغا ندير والو، ما باغا ندير حتى شي حاجه، ما راشق لي ندير حتى شي حاجه، ما بقيت باغا نخرج، ما بقيت حتى شي حاجه. حرفيا هكا وليت انا، هكا وليت في ديك المرحله بالضبط. فداز الشهر الاول هكاك، الشهر الثاني كنلقى راسي حامله. صافي من ورا الحماله كانت جات الكسيده ديال راجلي. هذيك الكسيده كانت شنو الدور ديالها؟ كانت خرجتني من الدار، خرجتني وليتي صافي راك بحال تصرفيقه اخرى غتجيك، انت اصلا مكتئب كتشد سيده ما غنقول لكمش فيقتني، وانما يعني كنت صافي خرجت من هذيك المرحله ديال انني باركه، وليت خاصني دخلت لذاك الموال، خاصني نمشي للسبيطارات، خاصني نضرب في السبيطارات، وراكم فهمتوا هادشي كامل. فلقيت راسي انا صافي انا اصلا النفسيه زيرو، مدمره النفسيه الاخر ديالها، وزدت طحت في هذيك الازمه كبيره، ولا ما نقدرش نقول لكم كارثه ولا مصيبه ولا ما عرفتش باش نسميها. لقيت راسي ثاني طحت في هذا الشيء، فما بقيتش صافي عرفتوا كنت حسيت بشي وحده ميته من الداخل. صافي عرفتوا الدنيا ظلامت في عيني ديال بصح، وليت كنشوف الدنيا كحله ديال بصح، حيت وليت كنشوف حرفيا ان كلشي انا في وجهي، كلشي في وجهي معكس. صافي فبقينا كنقاوموا دوك الشهور باش راجلي غير يرجع يوقف على رجليه. دازو الشهور الحمد لله راجلي رجع وقف على رجليه وداكشي، لكن انا ميته بصح ما قادره نعيش في حتى شي حاجه، ما حالي ليا حتى شي حاجه، ما كنضحك في حتى شي حاجه، ما عجبني حتى شي حاجه. صافي ما باغا ندير حتى شي حاجه. وسمعت نيت تخيلوا لدرجه الناس اللي كانوا دايرين بيا لاحظوا هادشي. كنت وحقله واحد البنت كتجيني من العائله كانت قالت لي عرفتي انتي مشيتي لديك الدار وبركتي ما بقيتي كديري حتى شي حاجه، وفعلا ما بقيت كندير والو. ايمان اللي كانت بحال شي شمعه شاعله وكدير وباغا دير وباغا توصل وباغا كنت غريبه، ماشي غريبه، وانما كان عندي واحد الجهد اللي كبير ديال بصح وكنت نطيح وما كنستسلمش، وكنقول صافي الا ما صدقتش هذه غتعاود تصدق في هذه، ولا ما شدتش في هذه، فحال هكا كنت
صافي من وصلت لديك المرحله وطفيت، الناس لاحظوا هذا الشيء ولاو تيقولوا لي مالكي علاش زعما ما بقيتيش باغا ديري والو، جربي حوايج اخر. صافي بقيت في ديك الحاله، تكون 8 شهور تكون 10 شهور تكون بزاف، المهم شهور كثارين وانا في ديك المرحله. فجات الوقيته ديال الولاده، مني ولدت بنتي تما فحال بديت عرفتي ديك الشمعه كتقرب لها البريكه باش غتشعلها، بدات كتحيا فيا ديك ايمان القديمه. وليت كنشوف عندي بنتي خاصني ندير على قبلها شحال من حاجه، ولكن هادشي تا داز من ورا الولاد ديال بنتي، شحال تا خرجت من المرض، حتى بزاف ديال الحوايج دازو. عاد بديت كنفيق، بديت كنرجع نفسي بشويه بشويه، وليت كنبرك مع راسي كنقول انا خاصني ندير بزاف ديال الحوايج، انا خاصني نقاوم، انا عندي بنتي، انا باغا ندير بزاف ديال الحوايج، باغي نوصل بزاف ديال الحوايج، باغا نكون هنا وباغا نكون هنا. بديت كنرجع داك الشغف بشويه بشويه، بديت كنخرج راسي من ديك الحاله بشويه بشويه. فوق ما كنشوف في عيني بنتي كنقول على قبل هاد المنيته خاصني ندير، خاصني نكون، خاصني زعما نوض، خاصني نقاوم، خاصني ندير جهدي كامل باش على قبل بنتي، حيت بنتي محتاجه مني طاقه. فصافي هنا بديت كنرجع ايمان بشويه بشويه، بديت كنحاول نبدا في حوايج جداد، نخرج راسي بشويه بشويه. وهذه تقريبا هي النصيحه اللي نقدر نعطيكم، ماشي بشرط تكون انت غتولدي ولا شي حاجه، لكن كل وحده فينا الحاله الشخصيه، الحاله زعما ديالها وكيفاش هي عايشه وشنو كدير. غتحاولوا انكم تخرجوا راسكم بشويه بشويه، تشوفوا شي حاجه عاجباكم تفكروا فيها، تفكروا في انكم لا نجحتوا ولا وصلتوا لديك الحاجه، كيفاش غتكون حياتكم، غتكون بصح عكس هادشي. واخا فعلا راه ما غتوصل لفقدان الشغف الا وغتكون دزتي من بزاف ديال الخيبات الامل اللي غيخليوك وصلتي لديك المرحله، كون اكيد. ولكن كانت شي حاجه نقول لكم ديروها، هي هاد القضيه، تحاولوا تحيوا في راسكم داك الامل، تحاولوا تقولوا مادام انا عايش ومادام انا كنتنفس، الا وحتى شي حاجه ما سالاتش، الا وانا قادر نبدا من مده جديد، الا انا قادر نحاول ونعاود من ازيرو، علاش لا؟ فمادام حنا باقيين حيين، مادام النفس كتطلع وكتهبط فينا، الا حتى شي حاجه ما فاتش، والا كل شيء باقي، والا الامل باقي، والا كل شيء يقدر يطرى الا عاود صبرت وعاود زدت وعاود قاومت وعاود حيت في راسي داك الشغف. فتقريبا هذه الحاجه الوحيده اللي كانت خرجتني من ديك الحاله النفسيه الخايبه. لقيت راسي كنرجع ايمان بشويه بشويه، وليت كنحاول عاوتاني مره اخرى، وليت كنقاوم، وليت كنعطي من جهدي، فترجعت راسي. ونتمنى من يا ربي من اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو دابا عرف باللي حتى شي حاجه ما فات، عرف باللي فيها خير، مادام تعكسات ومادام ما تيسراتش ومادام صعابت عليك لهاد الدرجه هذه، الا وفيها خير، والا ما عرفتيش شنو مكتب لك سيدي ربي، وما عرفتيش شنو يقدر يجيك من هنا لقدام. مهم انت حاول دير اللي عليك وصبر، حيت اي حاجه في الدنيا كتبغي بزاف ديال الصبر. شوفوا قسما بالله انا كنهضر معاكم دابا، وهاد الهضره ماشي موجهه ليكم، موجهه ليكم ولراسي، حيت حاليا انا في هاد المرحله محتاجه نسمع هاد الهضره هذه، محتاجه نسمع باللي كل شيء كيبغي الصبر، وحتى شي حاجه ما كتجي ساهله، وخاصنا بزاف الصبر. لا انا لا نتوما، خاصنا نقاوموا، خاصنا نصبروا، حيتاش مادام صبرنا ومادام دزنا من بزاف ديال الحوايج، اكيد ربي ما غيخيبناش، واكيد ربي غيعطينا على قد نيتنا. و هادشي اللي كاين. خنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والله انا هذا الفيديو هذا درتو، ما بغيتش نطيح عليكم الضيم ولا نبكيكم معايا ولا شي حاجه، وانما درتو باش تعرفوا ان حتى شي واحد فينا ما غيلقاها كيف بغاها. واخا تشوفوا داك الانسان تقولوا واو سعداتو عايش بخير طاطا مننا، لكن الداخل ديالو واحد القصه اللي كبيره، والداخل ديالو بزاف ديال الحوايج الكبارين، والداخل ديالو بزاف ديال الحوايج اللي ما عرفتش كي دايرين.
مادام انت كدوز من ديك المرحله راه عرف بلي راه ماشي انت بوحدك، كاين بزاف ديال الناس بحالك كيدوزوا منها، وكاينين بزاف ديال الناس بحالك عايشين في ديك المرحله. والصبر هو كل شيء، الصبر هو كل شيء، حيت ما عندك ما